السلام عليكم واهلا بيكم في فيديو جديد. في صندوق للاستثمار في الذهب تم اطلاقه، ده خبر كويس جدا هيتيح للناس انها تشتري ذهب اونلاين. قبل ما اخش في موضوع الذهب هقول لكم ان انا هتكلم بس بسرعه كده عن البورصه، هقول بس تعليق على اللي بيحصل النهارده. وقبل كل ده بفكركم ان الدعم اللي مع الكورس اللي هم الثلاث شهور الدعم اللي هو بتبقى معايا خطوه بخطوه، تسالني اعمل ايه، توريني محفظتك اتصرف ازاي، الكلام ده كله بقى 4 شهور مش 3 شهور لحد النهارده الساعه 12 بالليل. يعني اللي هيشترك لحد النهارده الساعه 12 بالليل هيلحق الموضوع ده، بعد كده خلاص يرجع 3 شهور زي ما كان. ده غير طبعا الانضمام للجروب مدى الحياه طبعا مع اي حد بيشترك، بيبقى في تعليمات عامه مهمه جدا كل يوم، غير الفيديوهات، غير حاجات تانية كتير. اللي مهتم يبعت بس رقم 4 على الواتساب اللي على الشاشه. طيب البورصه النهارده نازله خلاص، يعني اتليست ساعه ما انا بصور في وقت توقيت التصوير، ممكن بعد شويه الدنيا تعكس شويه، لكن الخلاصه حتى لو النهارده عكس الاتجاه احنا في تذبذب زي ما انتم شايفين. نيجي نعدي ال 17 ونص نقوم نازلين، نوصل هوب يحصل هوجه ونوصل 18,000 نقوم نازلين تاني لل 17. نيجي حصلت ان احنا حاولنا نعدي ال 17 ونص كتير وما حصلتش، وانا رايي ان ده مش هيحصل غير لو في حدث جذري. والتعويم كحدث بدا كده الكلام على انه هيتم ارجاؤه، يعني واضح من الكلام من الاخبار. العقود الاجله بتاعت الجنيه اللي نزلت دي، العقود الاجله اللي مش عارف اداه للاستثمار، يعني الناس بتراهن بيها على توقعات حاجه المستقبليه. يعني العقود الاجله لما تبقى مثلا بتتداول برقم كذا، معناها ان الناس مثلا شايفه ان السلعه دي في خلال سنه هتبقى ثمنها كذا، وشايفه ان السلعه دي في خلال 6 شهور هيبقى ثمنها كذا. فالعقود الاجله بتعكس لك توقعات بعض المستثمرين على مستقبل حاجه معينه وهم شايفين ازاي يعني. فالعقود الاجله للجنيه كانت في فتره طلعت وعليت جدا جدا، يعني كانت الناس متوقعه ان الجنيه ينزل جامد. العقود الاجله عليت، يعني قصدي الدولار قصاد الجنيه عالي جدا، فكانت الناس متوقعه ان يحصل نزله رهيبه وان يحصل دروب رهيب في الجنيه. بعدين بدات الاخبار الاخرانيه في الكام يوم اللي فاتوا يبان ان في اتجاه والله اعلم كده في سياسه الدوله ان لا، الموضوع ده يتم ارجاؤه، وانا الصراحه مع يعني السياسه دي مليون في الميه. ف فيبدو ان الموضوع ده بدا ياثر، ففعلا العقود الاجله بتاعت الجنيه بدات تنزل تاني بعد ما طلعت كتير قوي، بدات تنزل. فمش معناه ان الناس شايفه مثلا ان الجنيه هيطلع قصاد الدولار، معناه ان هم كانوا شايفين ان الموضوع هيبقى فرق كبير جدا، الدولار يطلع جامد قوي، بقوا شايفين لا، ان الطلوع مش هيبقى بالشكل اللي هم كانوا متخيلين. فده بالنسبه للعقود الاجله بتاعت الجنيه، او اللي هو دخلنا في الموضوع موضوع التعويم. فواضح كده ان موضوع التعويم من الاخبار الحاليه، انا مش بستنتج يعني، من الاخبار الحاليه شكله كده هيتم ارجاعه، مش هيبقى هو الحدث دلوقتي. فالنهارده اللي ماسك البورصه الموضوع الطروحات الجديده، وهي حاجه كويسه وهتنعش البورصه وهتظبط الاقتصاد وكل حاجه في الدنيا، لكن انت بتتكلم على عامل واحد ماسكها. طب لو اتاخرت الطروحات، طب لو حصل مش عارف ايه، طب لو نزل طرح، ما احنا مش عارفين ترتيب الطروحات، ما حدش عارف المعلومات دي. لو نزل طرح لشركه جامده جدا، شركه من الشركات الضخمه جدا، لو نزلت في البورصه طرح عام مش زي المصرية للاتصالات، ده كان طرح خاص 10% اتباعت لبعض المستثمرين الاجانب والمحليين ما بينهم وبين بعض كده. لكن لو نزل طرح عام لشركه كبيره محترمه، يعني لو فجاه تم الاعلان ان يوم مثلا الاسبوع الجاي الاكتتاب في شركه مش عارف ايه الضخمه الحلوه المحترمه، كله هيبيع اسهمه عشان يخش يشتريها. فدي هتعمل ضغط كبير جدا على السوق. فخلاص الكلام بس ما اطولش موضوع البورصه عشان عايز اخش في موضوع الذهب. القصه دي كلها مش هتتظبط، او البورصه مش هتتظبط الا لما يكون في عامل قوي يدعم صعود البورصه لفوق، وانا شخصيا ما زلت بره السوق. طيب موضوع الذهب بقى، ده بقى موضوع جميل جدا جدا، انا كنت عايز اعمل فيديو لوحده، بس لازم طبعا اعلق على احداث البورصه النهارده. بصوا يا جماعه، بس عايز اقول لكم اناونسمنت، ان نقطه عامه مهمه جدا. انا هبدا اتكلم على البورصه السعوديه، وهبدا اتكلم على البورصه، يعني هتكلم، مش هتكلم على البورصه المصريه بس، انا هوسع المواضيع. يعني كده كده تلاقوا الفيديو مختلط فيه حاجات كتير زي دلوقتي، اتكلمت على البورصه المصريه في الاول ودخلت في الذهب. دلوقتي بقى في صندوق لشراء الذهب بيتم اطلاقه، او في اليات شغاله خلاص. النهارده تم الاعلان عنه النهارده بشكل رسمي، ان هتقدر تشتري ذهب اونلاين. انتوا عارفين مميزات الموضوع ده ايه؟ رقم واحد، ان سعر الذهب هيتظبط. الموضوع بقى السوق ده بتاع، هيبدا السعر يبقى مظبوط خلاص، عندك حاجه عامه منشوره ريجوليتد بشكل مظبوط، تقدر فعلا انك تشوف السعر اللي الناس فعلا بتشتري وتبيع بيه، السعر الحقيقي. مش هيبقى فيه بقى كل واحد يحط السعر اللي من دماغه. ده رقم واحد. رقم اتنين، ان مش تنزل بقى تروح، انا مش قصدي حاجه، الناس التجار في الذهب وشغلهم وكل حاجه اكيد شغلهم هيستمر وكل حاجه، لكن بقى في بعض الخيارات الاخرى. ان بدل بقى ما تروح لو تشتري سبيكه، طب اخزنها في البيت، طب السبيكه ممكن ده تروح فين، طب ده حد البيت اتسرق مني حاجه، هتشتري اونلاين خلاص، ذهبك اونلاين، انت مش هيبقى معاك حاجه ولا هتخزن ولا هتحفظ، والعمولات بقى والتشغيل كل الكلام ده هيبقى مش موجود، اللي هي بقى المصنعيه انت بتشتري اونلاين وبتبيع اونلاين زي السهم. وده مش حاجه جديده يا جماعه، ده موجوده في بورصه امريكا من زمان يعني. في بورصه امريكا انت بتخش ممكن تشتري سهم، وممكن تشتري سلعه، وممكن تشتري ذهب، وممكن تشتري فضه، وممكن تشتري بترول. انا اشتريت بترول قبل كده في الازمه دي، لما نزل السعر ده اللي كان لما وصل صفر، ده كان في يعني مش عايز اخش في موضوع جانبي، اشتريت بترول في الفتره دي. فانت ممكن تشتري اي حاجه من البورصه الامريكيه، لكن احنا الحمد لله بدانا ان احنا نعمل حاجات ادوات جديده عشان نبدا نجاري العالم. فموضوع شراء الذهب ده خلاص هيتظبط، وهيبقى انك ممكن تشتري ذهب اونلاين.
نيجي بقى نقول ايه التوقيت ده مش حلو للبورصه بس حلو للذهب، هوبا تقوم خارج من البورصه وداخل الذهب في ثواني. او نيجي نقول التوقيت ده مش عارف ايه، تقوم خارج من الذهب وراجع البورصه في كليكس بقى اونلاين. مش هتنزل بقى تلف لفه اسحب الفلوس والبنك، مش هنخش بقى في الفيلم ده تاني. دي حاجه عظيمه في رايي، قرار عظيم عظيم عظيم. هعمل لكم عليه فيديو لما يبان الملامح. يعني انا دلوقتي الاوت لاين العام انتوا عرفتوا هنعمل ايه، بس لما ينزل بقى الملامح طب ونشتري ازاي والكلام ده بقى كله هنتكلم فيه ان شاء الله. وميزه الذهب ان احنا ممكن نتكلم عليه على منصه عامه. يعني ممكن اطلع لكم يا جماعه والله الذهب النهارده يتباع، الذهب غالي جدا والله يا جماعه، الذهب مبالغ، زي ما كنت من اسبوعين بقول لهم الذهب مبالغ فيه. انا قلت على القناه هنا مش فاكر من اسبوعين ولا من 10 ايام، وقلت للناس اللي سالتني برايفت قلت الذهب مبالغ فيه جدا ساعتها. يعني لما كان ده السؤال، عالميا سعره عالي جدا، زائد غير عالميا كان محليا سعره مسعر لان الدولار ب 44 جنيه وارقام انا كنت في وجهه نظري ان صعب جدا تحصل، صعب جدا جدا الدولار كان يبقى ب 44 جنيه على الاقل اليومين دول. يعني اليومين دول عشان بس ما حدش ايه شوف الفيديو ده ربنا يديكم طول العمر بعد كذا سنه ويقول لي بص ما لا انا بتكلم على اليومين دول. الدولار يبقى ب 44 جنيه صعب جدا، فبالتالي الذهب كان مبالغ فيه جدا في رايي. عشان كده الذهب بدا ينزل وده كان شيء طبيعي. يعني الناس بلغت في التوقعات. ما يا جماعه انا عارف ان الناس عايزه تتحوط، بس لما تبالغ في التحوط انت بتعلي سعر الحاجه تخليها مش بقيمتها. يعني بتقول لي انا عايز اتحوط وبتاع تقوم مضارب سعر الحاجه في السماء. طب ما انت كده خليت التحوط بالعكس بقى، ده انت بقيت بتشتري حاجه غاليه عشان تتحوط بيها. فالحمد لله الذهب ممكن نطلع نتكلم ونقول يا جماعه اشتروا ذهب وجماعه بيعوا ذهب. كده كده انا عندي تبع اللي هو الدعم، تبع اللي هو الكوتشنج الاربع شهور اللي قلت لكم عليه في اول الفيديو ده، معاه كمان الجروب. فانا في الجروب بقى طالما دخلت منصه الذهب اخش بقى اقول يا جماعه النهارده الذهب تشتري، النهارده الذهب بيع، النهارده احتفاظ. اقدر اتكلم بشكل عام مباشر على الذهب على الجروب اللي هو تبع الكورس. فاللي عايز يشترك في الكورس يخش في الجروب وياخد الدعم وياخد كل حاجه الكلام ده، يبعت بس رقم 4 على الرقم الواتساب اللي على الشاشه. هو الدعم هيبقى 4 شهور لحد النهارده الساعه 12 بالليل بس، بعد كده يرجع 3 شهور زي ما كان. طيب والى اللقاء، فهنكمل بقى وافيكم بالتفاصيل ان شاء الله لما يجي لنا تفاصيل اكتر. شكرا يا جماعه، مع السلامه.